حلمين من يومين. أنا حلمت إني دخلت دورة مياه، بس كانت دورة مياه جدًا نظيفة، حتى كلها سيراميك أبيض، كأنها دورة المياه في العمل عندي لأنها نظيفة جدًا. والله يكرمك دخلت 3 مرات أتبول، وتبول طويل كثير، أطلع وأدخل مرة تانية أتبول وأدخل مع العلم إني لمّا صحيت في الحقيقة كانت فعلًا المثانة عندي فُل ورُحت الحمام فعلًا وتبولت كثير. فهذا نعم. الحلم الأول. الثاني؟ طيب الحلم التاني، كنت أنا وأخواني طالعين فوق على السطح في العمارة اللي ساكنين فيها، بنتفرج على الناس اللي تحت. فالبيت اللي قبالنا طلع منه واحد راكب سيارته، هذا الواحد يشتغل معي في العمل، تمام، ونفس سيارته، راكب نفس سيارته اللي هي بالحقيقة، راكب هو وجنبه مرته وبينهم حفيده الصغير. فهو طالع وبعدين نزل من سيارته، وقف سيارته ونزل مشي شوي، ولا أخوي سلم عليه بحرارة، سلموا على بعض بحرارة وراحوا. تمام. مع العلم إنه تقدرين تعطيني اسمه؟ الشخص إيه. إيه اسمه محمود. محمود. طيب خلاص، أعطيني الاستفسار. الاستفسار أنا عشان ماشية على الرقى الآن تمت شهر، بس أبغى أتأكد إنها صحيحة. أنا باقرأ كل الصور اللي هي حقة التعطيل هذه، وباقرأها على كاس موية كل يوم، وباروح باشرب من الموية، بس ما باستحم، ما باغتسل. فهل هذه صحيحة والّا لازم الاغتسال؟ طيب، إن حبيتي تغتسلين كان بها، ما حبيتي يكفي إنه تشربين ولو حتى شوي بسيط تمسحين فيه الوجه فقط. تمام. الشيء الثاني إنه مو بشرط تقرأين الرقية كل يوم على الموية، لو قرأتِ على دبة موية فيها 3 لتر وبديتِ تستخدمينه بدون ما تضيفين عليه كل يوم قراءة، تكفي القراءة الأولى ثم كل ما نقص الماء. أستخدمه كاستحمام والّا كشراب؟ كشراب. لو أوكي حبيتِ تمام. تستحمين تمام. استحمي، ما حبيتِ إن بغيتِ إمم. تتوضئي منه توضئي، ما تمام. حبيتِ يكفي الشرب ويكفي مسحة بسيطة في اليد زي مسحة الوجه فقط بالماء، هذا اللي عليه رقية شرعية. بالنسبة تمام. للرؤية الأولى والثانية ما شاء الله تبارك الرحمن، محمود في المنام إمم. فقط ناخذ منه محمود، هذا أمر يحمد أو تشكرون الله سبحانه وتعالى على قدومه لكم، الله أعلم إيش بيكون ولكنها بشارة خير راح تدخل عليكم في ذاك المكان اللي شفتِ هذا الشخص يطلع منه. الشيء الثاني إن المرأة إنه أنتِ شفتِ نفسِك بدورة مياه نظيفة ومرتبة وأجلكم الله كان في إخراج كثير جدًا تبول، هذا دليل على خروج الأذى والهم، زد على ذلك ربما انتقال، أما بسفر أو بانتقال بوظيفة أو بترقية أو بأمر يدر عليكم مبلغ من المال. الإضرار بالمنام والاستمرار بالإضرار هذا يدل على خروج الهم والأذى والدين وبعض الظروف اللي تمرين فيها راح تستقر الأحوال. نظافة دورة المياه تدل على سلامة الشخص تمامًا، وخاصةً منطقة الأرحام أو الباطنية، راح تصير بخير بمشيئة الله. يعطيك العافية يا شيخ. بس معلومة، مع إنه هذا الشخص اللي كان طالع بيته بيني وبينه خلاف، بالرغم من كذا الحمد لله إن شاء الله الرؤيا مبشرة، بيني وبينه نعم، خلاف. مبشرة جدًا، هذا خروج أذى، أضف إلى ذلك إنه شيء تحمدين الله سبحانه وتعالى، شيء محمود راح يدخل عليكم. جزاك الله خير يا شيخ، شكرًا. ودعت الله، الله أعلم وأعلم. نعم. طيب يا شيخ الله يسعدك، أنا عندي رؤيتين مرة صغيرة. قولي. طيب أنا حلمت إنه أخوي اللي توه متزوج أتوقع لا مو 3 شهور، 7 شهور 8 شهور مو مكملين سنة. حلمت إنه فجأة متزوج والبنت مرة صغيرة يعني كذا وحلوة، فقلت هذه زوجتك؟ قال أيوه. فأنا استغربت إنه توه متزوج لسه متزوج ثانية. رزقه بذرية ولا لسه؟ حامل زوجته ولا لا؟ لا لسه. تحمل ببنت والله أعلى وأعلم. الحمد لله. طيب رؤية زوجي حلم إنه أسنانه تطيح، سنين مدري 3، يقول ما في ألم ما في شيء بس تطيح، ما أدري هي في الأرض ولا في يده. هذول أعداء أو أصدقاء ما هم جيدين يروحوا من حياته وطول في عمره إن شاء الله. الله يسعدك. طيب استفسار يا شيخ، في رقية للشتات يعني مثلا واحدة مشتتة وكذا عندها نسيان ما تركز؟ طبعا القرآن كله رقية، لكن أهلا يا نجد، لكن أنا بعطيك شيء. تقرأين سورة الفاتحة ويقرأ صاحب هذا الشأن يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وسورة الواقعة، وينفث بيده ويمسح على الوجه وعلى الرأس دائما، ولو في زيت حبذا ويدهن رأسه ليليا حتى تهدأ أموره. بعدين دائما يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم لم شتاتي ولم شعثي، اللهم ثبت إيماني وثبت قلبي، اللهم اصرف عني شتات الشياطين وأذاهم. نعم. طيب يا شيخ الله يسعدك، أهلا يا ذكرني توفيق. الأخ اللي قبل شوي. أنا طفلي طبيعي جدا، بس إنه متأخر عليه النطق شوي، يعني هو يقول ماما. عمره 4 سنوات وشوي. وهو حبابي المفروض إنه خلاص الحين يسوي قصايد. لا أموره طيبة، بس إنه ما أدري ليش تأخر، هل هو طبيعي؟ اي طبيعي 4 سنوات اذا كان يجيب بعض الكلمات خاصه للام والاب وبسم الله كذا. شكرا يا تب، والله انك تب فعلا. لا فجيبي زيت زيتون زي ما قلنا اللي تقرؤون عليه ايه النطق
قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم انفتي على الزيت وتهني تحت اللسان او عسل السمره او الشوكه، تحطين تحت اللسان، ومنطقه الحنك ليليا تدهنينه، وتدهين الراس او الراس كامل مع الجبين منطقه الحنك ليليا. نعم. طيب الله يسعدك يا شيخ يسعدك ويكمل الله. تعبك. حياك الله، يا هلا وسهلا. أنا شفت إني دخلت لبيتي وكان على يميني غرفة مجلس الضيوف، وكان موجود طليقي، وكان شكله مرة حلو وجميل، يعني مرة كان مرتب، يمكن شكله زي أول مرة شفته في الشوفة. تمام. وكان في رجلين جالسين معاه برضو في الغرفة، بس ما أدري مين هم، ما كان واضح. هو كان مبتسم، أنا يعني وسعيد. أنا ما اهتميت ومشيت، كملت لين غرفتي، ما اهتميت له ولا للموجودين، وكملت لغرفتي. لما دخلت غرفتي لقيت أختي جالسة فوق سريري، وجنب سريري كان في كده امرأة جالسة، كانت كلها أسود في أسود، زي اللي لابسة عباية خمار، يعني مو باين منها شيء أبدا. إيه؟ تمام. كانت جالسة جنب سريري على ركبتها، وكانت واضح عليها واحدة يعني مرة ضعيفة، مسكينة، مكسورة، حزينة، مريضة. تمام. فأنا سألت أختي هذه مين؟ نعم. سألت أختي هذه مين؟ قالت لي هذه زوجة طليقك، هو ما يبغاها وجابها لك. فأنا عصبت وقتها وطردتها، فهي قامت وبدأت تمشي يعني، بس كانت يعني زي الحزينة أو مكسورة، وتمشي ببطء، وخرجت وانتهى الحلم. كم سالج مطلقة منفصلة؟ 4 أو 5 أشهر. في مراجعات بينكم؟ هو بيحاول. اختك هذه اللي جلست على السرير بينك وبينها اسرار خاصة تختلف عن الاهل كلهم؟ لا ما في أسرار، لا. تعطينها من اسرارك شيء؟ لا. بعيد عليك عشان تتاكدين، انا لازم تجاوبيني صح. اختك هذه تعرف من اسرارك شيء، او انت تعطينها من اسرارك شيء، او سبق انه اعطيتيها سر من الاسرار وندمتي عليه؟ لا ما في، بس ممكن هو أهله، يعني هي الشخص، يعني زي يعني هي الشخص اللي أهله بيكلموها للرجعة. يعني هي الوسيطة، يعني تعرف شيء عنكم، يعني تدخلت بأمر من أي. الأمور. ليش أنا قلت أي. كذا؟ لأنها دخلت وجلست على السرير أسرار، جلست عليه صارت تعرف أسرار أو تتدخل بأسرار. نعم. طيب الرؤية هذه مبشرة جدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بأنه أسأل الله أن يكون كذلك. ربما والله أعلى وأعلم أنتم وقعتوا بأذى من امرأة أساءت لكم حتى وقع الانفصال، سواء كانت معلومة أو غير معلومة عندكم. راح يصرفها الله سبحانه وتعالى، أما أنه صرفها الله سبحانه وتعالى والله صرفها بما يشاء، أما أنها مرضت أو تعبت أو ندمت أو دعي عليها واستجيب في الدعوة هذه وصرفها الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. ربما أن يكون شيخ أنا شفت هذه الرؤية بعد ما يعني قرأت يعني رقية التعطيل، وبدأت أسويها وشفت هذه الرؤية. أنا بالعادة ما أحلم أبدا. نعم، هذه بشارة خير. يعني هل خرجت يعني بإذن الله أو أكمل؟ نعم. نعم كملي، طبعا كملي، استعيني بالله سبحانه وتعالى، استمري، خاصة على كلمة التوحيد وعلى الاستغفار وعلى الدعاء على من آذى أو أراد بنا آذى. نعم، لأن واضح الرؤية هذه مبشرة جدا بزوال هم، بقدوم خبر سار. الأخت هذه ربما يكون لها دور في هذا الأمر، لأنها جلست على السرير وتعرف الأسرار. والمرأة هذه يعني زي ما تقول هي اللي يعني نعم. سحر أو عين؟ لا مو بشرط سحر أو عين، ربما تكون حتى أوقعت بعض العداوة أو بعض الكلام، مو بشرط يكون سحر أو حاسدة أو أي أمر. إنما أنت لا تشيلين هم هذا الشيء، شيلي هم أنها انصرفت، قولي الحمد لله. الحمد لله.